عزيزي، طبعا كلنا عارفين ان التركيز والانتباه للطفل حاجه اساسيه سواء في المدرسه او حتى في البيت. طب لو عنده مشكله طبعا هيأثر الموضوع دوت على الدراسه وكمان تعامله مع اللي حواليه. في حلقتنا النهارده هنبدا بقى نتكلم عن التركيز والانتباه، ونتكلم كمان عن ان احنا ازاي الاختبارات اللي احنا ممكن نطبقها عشان نعرف ان في مشكله عند الاطفال في التركيز والانتباه ولا لا. وكمان هديكم في الاخر شويه معلومات ان احنا ازاي نبدا نزود او نقدر نزود معدل التركيز والانتباه عند الاطفال. هي النعمة انت بتتكلم صح. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. مبدئيا التركيز او الانتباه هو ان الطفل يقدر يركز على حاجه واحده لمده كبيره من غير ما ان هو يتشتت بسهوله جدا، ولان طبعا التركيز هيساعده كتير جدا سواء في الحياه العمليه او في دراسته. الانواع كمان او التركيز اللي بيكون ليه 3 انواع. في منه الانتباه الانتقائي، ودوت ان الطفل ساعتها بيكون بيركز على حاجه معينه، زي ان هو يكون مثلا قاعد مركز على مثلا قدام التلفزيون او اي شاشه وان هو بيتجاهل اي حاجه تانية. وفي التركيز او الانتباه المستمر. الانتباه المستمر ان الطفل ساعتها بيقدر او بيكون عنده قدره تركيز على حاجه معينه لفتره طويله او لفتره مستمره. وفي تركيز تاني او التركيز اللي هو او الانتباه المقسم. الانتباه المقسم ده ان الطفل بيقسم التركيز بتاعه على كذا حاجه او حاجتين مثلا في نفس الوقت، زي ما يكون مثلا بيعمل الواجب وبيستمع او بيشغل اغاني في نفس الوقت. بعد كده بقى نبدا نتكلم عن شويه اختبارات ممكن نطبقها على الاولاد او الاطفال عشان نشوف التركيز بتاعهم او قدرتهم على التركيز والانتباه. واول اختبار عندنا هو البحث عن الاشياء، زي ان انا اجيب له صور فيها حاجات كتير زي مثلا غابه او يدور على تفاصيل معينه، زي مثلا اقول له مثلا وريني صوره قطه او دور على مثلا حاجه معينه في السوق، عشان احنا نقدر ننمي قدره الذكاء بتاعه ان هو يدور على دقه التفاصيل. وبرضه ان انا ممكن اجيب له شويه مثلا رسومات معينه او باشكال هندسيه مثلا واقول له يلونها، بس بشرط ان هو ما يطلعش عن بره الدايره او بره الخطوط دي، وده برضه بينمي قدره التركيز عنده. وكمان اختبار تكرار الارقام، زي ان انا اديله مجموعه ارقام معينه زي 5 7 8 واخليه يكرر نفس الارقام وراي، وبكده برضه بخليه ان هو بقى كده انا كاخصائي بقيس او حتى كأم حتى بتقيس قدرته على التركيز وكمان قدره الذاكره قصيره المدى. وكمان في اختبار زي مثلا اللي هو النقر على حاجه مثلا او معينه، زي ان انا اديله اشكال معينه او مثلا بيكون زي على شاشه كده واكون متفق معاه او مثلا في شويه صور معاه واقول له اختار او مثلا يكون مركز على شكل مثلا دايره، ولما تظهر الدايره دي يضغط على زرار معين، وبكده ان انا كده بقيس قدره الانتباه الانتقائي عنده. برافو عليك. بعد كده هنبدا بقى نتكلم عن ان انا ازاي ابدا اطبق الاختبارات او حتى سواء اللي احنا قلنا عليها او الاختبارات التانية. اول حاجه ان انا لازم اختار المكان يكون هادي، مكان يكون مناسب لان انا انفذ الاختبار ما فيهوش دوشه او فيش حاجه تشتت الطفل عن الاختبار. وتاني حاجه ان انا مثلا اكون محضر الادوات الحاجات بتاعتي، يعني مش لسه هقوم استنى الولد لغايه اما يبدا بقى اجهز الحاجه، لا لازم اكون محضر الاشياء والادوات، ومثلا ادوات الاختبار او كمان قلم وورقه وحاجه اللي انا هستخدمها، ولو مثلا لو في مثلا الاختبار هيكون على موبايل او حاجه الكترونيه. وتالت حاجه ان انا لازم اكون مهيئ الطفل ان هو يؤدي الاختبار، زي ان انا اكون معرفه ان احنا هنلعب شويه العاب حاجات مسليه عشان ما يزهقش منك وما يملش وما يدكش النتيجه ان انت حاببها او ان انت طالبها. وكمان ان لازم ان انا وانا بطبق الاختبار بتاعه لازم اكون ما اضغطش عليه، ان هو مثلا لازم انا حتى كاخصائي او حد بينفذ الاختبار لازم ابقى عارف ان انا ما احسوش بالضغط، او حتى لو هو غلط لا ان انا ما ازعقلوش واقول له انت غلطان او اي حاجه من الحاجات دي كله، اسيبه لغايه لما يخلص الاختبار وان انا ما اضغطش عليه عشان برده ما يزهقش او يحس حتى ان هو باحباط. لازم ان انا ادعمه واشجعه ان هو ينفذ الاختبار معايا. برافو عليك. بعد كده بقى نبدا نتكلم عن نتائج الاختبار. نتائج الاختبار لو الطفل بعد الاختبارات اللي احنا قلنا عليها او حتى غيرها وطلع عنده مشاكل في ان هو مثلا ان هو يركز او ان هو ينفذ مجموعه الاختبارات دي، يبقى هو كده طبعا عنده مشاكل في التركيز، وساعتها يبقى محتاج تدخل اخصائي عشان يبدا ان هو تدريجي يحسن مستوى التركيز والانتباه بتاعه. طب لو هو مثلا ما عندوش مشاكل وان هو الطفل طبيعي وكان بيأدي بنسبه كويسه، ساعتها ممكن لو انت حابب او مثلا كأم او حد
حابب ان هو يزود التركيز يشوف برضو الطرق اللي احنا هنبدا نتكلم عنها دي عشان نساعد سواء للطفل اللي تركيزه قليل او حتى طبيعي عشان يحسنوه اكتر. بعد كده بقى هبدا اقول لكم على شويه طرق ان احنا ننفذها عشان التركيز بتاع الاطفال دوت يزيد. واول حاجه ان انا لازم ساعه وقت المذاكره ده موفر له مكان هادي كويس بحيث ان الموضوع ما يكونش فيه اي حاجه تشتته او تلفزيون مثلا شغال او حتى اغاني. وكمان ان انا اكون لو عنده مهمات مثلا كتير او حاجات مثلا متطلبات كتير زي واجب مثلا كتير، فعشان ان هو ما يزهقش ويمل لازم اقسم له الحاجات دي لاجزاء صغيره واكون مثلا محدد له كل مهمه بوقت معين عشان ما يحسش ان الموضوع صعب ويزهق ويمل منك. وكمان ان انا ادي له العاب قوه والعاب تركيز زي مثلا بازل او حل متاهات. الحاجات دي كلها بتساعد ان هو يكون بالنسبه له حاجات بتكون مسليه وفي نفس الوقت بتساعد ان تركيزه يزيد. وكمان ان انا بقدر الامكان اقلل عوده او ان هو يقعد اكتر قدام الشاشات، اقلل الموضوع ده اكتر بنسبه كبيره ويكاد الموضوع يختفي احسن. في حلقات قبل كده اتكلمنا ازاي الموبايل ومشكلات طبعا الموبايل بتاثر ازاي ونمنعها كمان. وكمان برضو ان احنا نحاول يكون في اكل صحي عشان الاكل الصحي بيفيد مع الاطفال كمان في التركيز زي الفواكه والذي منه. وكمان برضو ان انا لازم يكون في تمارين صحيه زي الرياضه لان الرياضه برضو بتساعد على التركيز وزياده الانتباه وحاجات تانية كتير. وبرضه في نفس الوقت لازم ان انا احاول اثبت له روتين معين في يومه ان هو يكون ماشي عليه بحيث ان هو يكون عنده تركيز اكتر ويكون الموضوع بالنسبه له بسيط. والخلاصه ان لكل طفل وليه قدرات المختلفه بتاعته، بس دورنا هنا ان احنا نساعد الاطفال دي وان احنا كمان ان احنا نساعدهم ان هم يطوروا من نفسهم ونشجعهم وندعمهم. ومش دورنا في الاختبارات دي او احنا بنقول الاختبارات دي عشان ان احنا نحكم عليهم وان احنا نعمل لهم مشاكل، بالعكس دورنا هنا عشان نشوف انهي افضل الطرق ان احنا نساعد بيها الاولاد دي عشان تركيزهم يكون احسن وحياتهم تكون افضل. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. سلام.